عمرو أديب: يا ريت المسؤولين في الدولة يبلغونا بالقرار النهائي للأرض هترجع ولا لأ. الزمالك بيغرق وعودة الأرض هتحل المشاكل. الزمالك ملك الدولة، ولو خسر هي خسارة للدولة. الأهلي نفس الوضع، كان من 3 سنوات بيفلس وحصل على 3 أراضي، حلت المشكلة وحاليا عايز يشتري محمد صلاح. الملكي يستعيد 4 لاعبين قبل مواجهة الكلاسيكو. يستعد الفريق الأول بنادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة غدا الأحد في تمام الساعة 6:15 بتوقيتي مصر والسعودية على ملعبه سانتياغو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا الإسبانية. وكان تشافي قد أعلن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة كلاسيكو الأرض، وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى كورتوا، لونين، ميستري. في خط الدفاع داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، وراؤول أسينسيو، والفارو كاريراس، وفاران جارسيا، وميندي، ودين هاوسن. أما في خط الوسط جود بيلينغهام، إدواردو كامافينجا، فيدي كالفيردي، وتشاوميني، وأردا جولر، وداني سابايوس. وخط الهجوم فينيسيوس واندريك وكيليان بابي ورودريجو وجونزالو جارسيا وابراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو. شهد القائمة تواجد وعودة الرباعي دين هاوسن وداني كارفاخال والكسندر أرنولد وداني سيبايوس لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة. لاستعادة بريق الفريق والاستعداد الجيد للميركاتو الشتوي القادم، الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه. بحسب تقارير الصحفية التونسي علاء غرام لاعب شختار سيكون أول تدعيمات الأهلي في شهر يناير في حالة بيع أو إعارة المغربي أشرف داري. النادي أتم اتفاقه مع النادي الأوكراني على شراء عقد اللاعب مقابل 3 ملايين دولار. النادي الأهلي يسعى لحسم 5 صفقات في يناير لتدعيم صفوف الفريق، منهم باك ومدافع ومهاجم. منتخب مصر مشارك في كأس العرب يواجه الجزائر في مباراتين وديتين. أتم الاتحادان المصري والجزائري الاتفاق حول إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة أول ديسمبر في كأس العرب. ومن المقرر أن تقام المباراتان يومي 14 و17 نوفمبر المقبل باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس العرب الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا لبطولة. بعثة منتخب مصر تحت 17 عام تطير إلى قطر. غادرت بعثة منتخبنا الوطني تحت 17 عام إلى قطر اليوم السبت استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم 3 من نوفمبر المقبل. ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا. أبو ريدة يستقبل وزير الشباب والرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم. عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا اليوم مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومحسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد لمناقشة دعم وخطط برامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام. هذا ورحب المهندس هاني أبو ريدة بالحضور في بداية الاجتماع، مؤكدا على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، وأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشات فنية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية. ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للمهندس أبو ريدة ومجلس إدارته، مؤكدا أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس. كما تناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة. وبدوره قال علاء نبيل إن هناك عمل جاد على المستوى الفني والتدريبي في ظل دعم مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم إقامة العديد من رخص التدريب بمختلف درجاتها وأنواعها، فضلا عن مشروعات انتقاء المواهب والأكاديميات، وكلها سيظهر أثرها في المستقبل القريب. فيما استعرض حلمي طولان خلال الاجتماع المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة الفنية منذ بداية عملها لاختيار الأجهزة الفنية
إلى جانب البرامج الجاري إعدادها لتطوير منظومة كرة القدم على مختلف المستويات. الأهلي يرفض إعارة حمزة علاء للمصري في صفقة إعادة الساعي. كشفت بعض التقارير الصحفية عن رفض مسؤول نادي الأهلي الموافقة على عرض المصري بخصوص إعارة حمزة علاء حارس مرمى الفريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد أن عرض مسؤولي الفريق البورسعيدي إعادة عمر الساعي للأهلي وإنهاء إعارته من المصري. ولا يرغب مسؤولي الأهلي في إجبار الحارس على اختيار نادي يلعب له، وترك له حرية الاختيار في تحديد مستقبله خلال الفترة المقبلة بعد توقيعه للأهلي لمدة 3 سنوات ونصف. ويعتبر نادي سيراميكا كليوباترا الأقرب للتعاقد مع الحارس على سبيل الإعارة في ظل تواصل علي ماهر المدير الفني للفريق مع حمزة مؤخرا، ووعده بالحصول على الفرصة كاملة مع الفريق رغم وجود محمد بسام، خاصة أن الفريق يحلم بالتواجد في المربع الذهبي للمشاركة في بطولات أفريقيا. إمام عاشور يسابق الزمن من أجل استعادة عافيته ومشاركته مع الأهلي في كأس السوبر. بحسب بعض التقارير الصحفية، رغم التحسن الواضح في حالة إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي بعد تعافيه التدريجي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية، إلا أن فرص مشاركته في بطولة السوبر المصري تبدو ضعيفة للغاية بحسب مصدر مطلع داخل النادي الأهلي. وخضع إمام عاشور لتحاليل طبية جديدة أثبتت تحسن حالته بشكل ملحوظ وأكدت تجاوزه للمرحلة الحرجة من البرنامج العلاجي، إلا أن الطبيب والجهاز الطبي يرى أن الدفع به في المباريات المقبلة يمثل مخاطرة غير مضمونة، خاصة بعد غيابه الطويل عن المشاركة في التدريبات الجماعية. ويرى تروب أنه لا يجوز للاعب المشاركة في التدريبات ويفضل عدم استعجال في العودة مرة أخرى حرصا على سلامته وتجهيزه تدريجيا للمرحلة المقبلة، على أن يستمر في تنفيذ برنامج بدني خاص لرفع معدلات لياقته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية. ويأمل الأهلي في استعادة جهود إمام عاشور عقب انتهاء بطولة السوبر المصري ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات المحلية والإفريقية، خاصة وأن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية في خط الوسط للنادي الأهلي. ويسابق اللاعب الزمن من خلال عودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى ومشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب.